ياه، فين ايام زمان يا محسن. انا ما كنتش اتخيل ابدا ان احنا نتقابل بعد الايام دي كلها. الدنيا صغيرة يا ناجي، بس أنا عمري ما نسيتك ولا نسيت اللحظات الحلوة اللي قضيناها مع بعض، وكنت عارف وواثق ومتأكد إن إحنا هنتقابل. بس أنت اتغيرت أوي يا ناجي. هو مين اللي بيبقى على حاله؟ ما كلنا بنتغير. انت نفسك لو بصيت هتلاقي نفسك اتغيرت. للأحسن طبعا، ولا أنت ليك رأي تاني؟ بص يا محسن، المهم انك تكون راضي عن نفسك وخلاص. أكيد. المهم عشان ما اضيعش وقتك، أنا جاي لك عشان نحط إيدينا في إيد بعض. زي ما أنت شايف كده أنا بقيت غني ومعايا فلوس كتير، وقلت نعمل أنا وأنت مشاريع هنا في البلد دي، وطبعا مش هلاقي أحسن منك أشاركه. وانا ما عنديش مانع، وانا لا يعني احسن منك اشاركه. أكيد لا. المهم خلينا في الموضوع. أنا عايزك تدرس الموضوع ده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص انا تعبت من اللف، مفيش ولا شقه نافعه. معلش يا حبيبتي، مش هنلف تاني لو الشقه دي ما عجبتناش. ان شاء الله تعجبكم وتكون قدم السعد عليكم ان شاء الله. والله يا بيه مليك عليا يمين. الشقه دي ناس كتير اتكلموا عليها، بس انا بصراحه استريحت لكم وقلت ان شاء الله تكون مناسبه. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا جدي. اهلا يا سيف. تعال يا ولدي، تعال اقعد. في كلمتين عايز اتكلم معاك فيهم. خير يا جدي. فيه سر مهم انت تعرفه ومعوش تقول عليه. بخصوص ايه؟ بخصوص اخوك ادهم. انا لو اعرف حاجه كنت قلتها، وليك انت بالخصوص. لا لا يا ولدي، في سر في حياة اخوك انت تعرفه ومعوش تقول عليه. طب قل لي، ليه هو هربان من نجع ومعودش تاني؟ انت خابر يا جدي اللي حصل له، وكلنا خابرين الحكايه من اولها. يا سيف يا ولدي، ده انا مربيكم وعارفكم زين. تعمل ضابط مباحث علينا؟ لا، الموضوع مش الحكايه دي بس. انا متاكد انه بريء من حكايه بنت جابر. طب ليه ما عودش وواجهها عشان يظهر براءته وفضل هربان ليه؟ اكيد في سر، قوله يا ولدي وريح قلبي. يا جدي انا ما خبرش غير اللي كلنا خابرينه. يبقى مأكد عليك ما تتكلمش، بس خد بالك لو اخوك جراله حاجه ذنبه في رقبتك. ابقى انا عملت الواجب اللي عليا. تمام؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ما هو مش معقول يبقى عندي الحل ونسيب الشقه تضيع مننا. وبعدين يا حبيبي مفيش فرق بيني وبينك. البسي دهبك يا بنت الناس، وما تنسيش ان انا راجل صعيدي وما اقبلش المساعده من واحده ست. هو انا بالنسبه لك اي واحده؟ لا طبعا، انت مرتي حبيبتي. انت عارفه زين ان انا ما اقصدش اللي بيدور في راسك المخربطه دي. امال ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا حبيبتي يعني المفروض ازود لك دهبك ما نقصوش. ما هو مش معقول برضو نقضي بقيه حياتنا هنا في اللوكاندا. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله اني هتصرف. وكنتوا دايما بتيجوا اجازه مع بعض. وهنفضل مع بعض على طول، هي بس ازمه وهتعدي. واخباره ايه يا ولدي؟ اكيد بتكلمه وهو بيكلمك، صح؟ اني ما عارفش عنه حاجه من ساعه ما مشي. مصدقاش يا ولدي انك ما تعرفش عني حاجه. انتوا طول عمركم روح واحده. اطمني هو بخير، ولو عرفت عنه حاجه هبلغك على طول.
خايفة لا يد العمدة الطولة وانحرم منه زي ما انحرمت من أبوه. ما تخافيش، لا انا ولا ابويا ولا اي حد هيسمح بده. انت بس اطمني وادعي له. ده عياله وده عيالك يا ولدي. بس أمانة عليك يا سيف، لو سمعت حسة أو عرفت أي أخبار عني تطمني يا ولدي، طمني قول له أمك مصدقاك وخبراك زين يدها، خبراك وعلى عينها اللي بيحصل ده، على عيني يا ولدي. انا قلت اكيد المشروع عجبك، عشان كده اتصلت بيها قبل الميعاد. مشروع ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ جراب والنوج، انت نسيت ولا ايه؟ ولا شكلك كده عامل له مفاجأة؟ انت ازاي تعرض عليا مشروع زي ده اصلا؟ يعني ايه المشروع ما عجبكش ولا ايه؟ لا طبعا ما عجبنيش، وبعدين انا ما كنتش مصدق نفسي ان انت ممكن تفكر بالطريقه القذره بتاعتك دي. نعم. ايه يا ناجي، انت بتكذب على نفسك كذبة وبتصدقها ولا ايه؟ ده لو العالم كله صدقك انا الوحيد اللي مش هصدقك. اسمع يا محسن، انا فعلا خلاص اتغيرت. السنين اللي انا قضيتها في السجن خلتني بني ادم تاني، بني ادم عايز ينسى اللي عمله وعايز يبتدي صفحه جديده. بقول لك ايه يا ناجي، انا مقدم لك عرض على طبق من ذهب، اي حد ممكن يقبل العرض ده وهو مغمض. الا انا خلاص مش عندي استعداد ان انا ارجع السجن تاني، وما عنديش استعداد ان انا اضر اي حد، انت فاهم؟ طب اهدى يا ناجي وخلينا نتكلم بالعقل. مفيش عقل خلاص يا اخي، حرام عليك بقى، حرام عليك. انت ايه ده؟ انت المفروض تكون اول واحد ضد المشروع ده. انت ناسي انت كنت ساكن فين؟ ناسي اهلك مين وجيرانك مين؟ انت بتعايرني ولا يا ناجي؟ انا مش بعايرك ولا حاجه، بس حرام عليك، حرام تضحك على الناس الغلابه اللي انت كنت منهم. انت عارف الفلوس اللي هيدفعها لك عشان الشقق الوهميه اللي انت هتبيعها لهم دي ايه؟ عارفهم هيجيبوها منين ولا ازاي؟ على فكره مش رايق عليك دور المصلح الاجتماعي اللي انت عامله من الصبح. انت ايه صعبان عليك مره نقب على وش الدنيا؟ مش احسن من عادتنا في عرق القفه؟ يا خساره يا خساره يا محسن. ابوس ايديك بقى، مش لايق عليك. وعلى فكره انت الخسران، في 1000 واحد غيرك ممكن يقبل العرض دوت. خلينا بقى مره نبدا البدايه الصح، نبدا مره بدايه صح. تصبح على خير يا ناجي. اي اوامر تانية يا سعاده الباشا؟ لا روح انت. خطوة عزيزة يا سيادة النايب، نورت. ولو ان المجلس واخدك مننا على طول، ده انت بتنزل مصر كل يوم والتاني. هنعمل ايه بس يا حضرة الضابط؟ المشاكل ما بتنتهيش، وكله عشان خاطر اهل النجح. ربنا يديك الصحة يا ابوي ويقدرك على فعل الخير. تعيش يا ولدي. قول لي يا سيف، انا ودي اسألك سؤال سألهولي جدك عبد الجليل من 25 سنة. 25 سنة يا ابوي ولسه فاكره؟ سؤال ايه ده؟ انت شايفني كيف يا سيف؟ شايفك احسن اب في الدنيا، وكلك خير وحنان، وعمرك ما قصرت ناحيتنا في حاجة. بس وهذا كده مش فاهم سؤالك. يعني انت يا سيف خابر عني كل حاجة؟ تقريبا، الا ان كان في حاجة انت مخبيها ومش عاوزني اعرفها. لا لا يا ولدي، ما اقصدش. انا كل قصدي ان انا حرمت نفسي من حاجات كتير عشان خاطر ابوي وعشانكم برضه. بس سامحني يا ولدي، العمر ما عادش فيه علشان نضيع اللي جاي، كفاية اللي راح. خبر ايه يا ابوي؟ اللي يسمعك بتقول كده يقول انك عاوز تتجوز تاني ولا حاجة. لا اتجوز ايه؟ ده انت مخك راح لبعيد، بعيد قوي. ما انا بقول كده برضك، مش معقول ابوي يكون بيفكر بالطريقة دي. وليه لا؟ عجزت ولا ايه؟ لا يا ابوي ما قصديش، انا بس حسيت يعني ان مش معقول يكون حبك وحنانك اللي بتوزعوا علينا ده يروح لحد غريب. طب ومين قالك انه حتى لو اتجوزت يعني ان انا هحرمكم من حاجة؟ بالعكس انا ايه يا ابوي؟ زي ما يكون اللي بقوله كلام صح. لا ما اقصدش يا سيف، هو بس الكلام جاب بعضه وودانا في حتة بعيد قوي.
تعرف يا ابوي، لو اصدق ان اي راجل ممكن يعمل ده ما صدقش ان ابوي ممكن يتجوز تاني. ده عندك حق. حاكم يا سيف يا ولدي، الناس نوعين. في ناس تدور على السعادة ولما تلاقيها تاخدها في أي وقت وبأي شكل، وفي ناس تانية اتكتب عليها ما تحسش بطعم السعادة واصل، حتى لو حست بطعمه بيبقى سرقة. أنا بقى من النوع التاني ده، طول عمري ادور على الحاجة ولحد ما اوصل لها الاقي نفسي جيت متأخر قوي. الحمد لله اني ما شاركتهمش في المشروع، زماني دلوقتي معاهم. الحمد لله. لما انت كريم يا رب. الو. ايوه يا ميسة، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشتيني قوي، وحشتوني كلكم. انا وادم الحمد لله تمام. انتي اخبارك ايه؟ بقولك ايه يا ميسة، مامي عامله ايه؟ في ايه يا ميسة؟ مامي كويسه؟ ليه طنط كويسه الحمد لله. ايه يا انجي الافكار السوداء اللي في دماغك دي؟ لا لا يا حبيبتي ما تقلقيش، الحمد لله. المهم بس انتي طمنيني، ادهم مش زيه. طب الحمد لله يا حبيبتي، انا هبقى اطمن عليكي. ماشي يا انجي، لا اله الا الله. باي باي. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ مش عارفه، قلبي مش مطمن، حاسه ان في حاجه وميسة مخبيها عليا. لا ان شاء الله خير. وبعدين احنا ممكن نكلم سيف ونطمنا. ثانية واحدة. الو. ايوه يا سيف، عامل ايه يا اخوي؟ وحشني والله. انا كويس، بسلم عليك كتير. الله يسلمك. بقول لك ايه، مفيش اي جديد حصل عندك في الاقصر؟ اي جديد؟ لان انجي قلقانه قوي على مامتها، حاسه ان ميسة مخبيه عنيها حاجه. كله تمام؟ والدتها بخير؟ طب الحمد لله، ربنا يخليك ليها يا اخوي. متشكرين مره تانية على الفلوس، ردها لك في الافراح. سلام يا اخوي، اشوف وشك بخير. لا اله الا الله. طمنت يا ستي؟ الحمد لله. الا بالحق، فلوس ايه اللي بتشكروا عليها؟ الفلوس اللي انا كنت محتاجها عشان الشقه. معقوله يا ادهم؟ مش معقول ليه يا انجي؟ سيف ده اخوي صح، سندي واني سنده. اني هروح بقى عشان اخد الفلوس اللي هو بعتها لي. ايه ده، هتسيبني لوحدي؟ خدني معاك. حاضر يا حبيبتي، تعالي معايا. يلا يا ولدي عشان تروح رادارك، كفايه عليك كده. تأمرش بحاجة تانية يا ابوي؟ ما يؤمر عليك عدو ولا ظالم يا ولدي. مش محتاج فلوس ولا حاجه محروس؟ خيرك سابق يا ابوي، بالإذن. اتفضل يا محروس. السلام عليكم يا عمدتنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي وراك؟ اصلي اتكل على الله يا محروس. حاضر يا ابوي. انت قال لي جارش اللي جابوك؟ ادهم يا جناب العمده. ادهم ولد الغريب؟ ايوه. انت شفته ميت وانت؟ ناس وعوله في مصر. مصر؟ نتجوز؟ ليه لا؟ انا ما عنديش مانع. جد؟ بس ممكن اسالك شويه اسئله؟
ممكن طبعا. جوازنا ده هيبقى في السر ولا في العلن؟ زي ما انت عاوزه. لو جوازنا في السر هتقول ايه لاهلك لما يلاقوك بتبات بره؟ ولا انت مش ناوي تبات معايا؟ خلاص يبقى نخليه في العلن وكل الناس تعرف. وهتقول ايه لاهلك لمراتك اللي ملهاش ذنب، لولادك الرجاله، لبنتك العروسه، لوالدك، لوالدتك؟ ما فكرتش في كل ده؟ انا ما فكرتش في حاجه وما يهمنيش اي حاجه. انا كل اللي يهمني ان انا اعيش اللي فاضل في حياتي. مش ده كان كلامك معايا؟ ايوه بس مش معايا. ليه مش معاكي اذا كنت انا عايزك انت بالذات؟ انا بالذات ما اقدرش، ما ينفعش. ليه ما تنفعيش؟ اذا كان على بنتك يعني انا هبقى مسؤول عنها، وانت وكل طلباتك هتبقى مجابه. احمد انت مش فاهم حاجه خالص. يعني ايه مش فاهم حاجه؟ ما تتكلمي يا علا. في حد تاني في حياتك؟ ايوه. تحبيه؟ محتاجه له. طب ما انا اقدر اعوضك عن كل شيء. يا ريت ينفع. ليه؟ ايه اللي ممكن يقدمه لك هو وانا ما اقدرش؟ انا عايشه بوجوده جنبي. ياه، للدرجه دي بتحبيه؟ قلت لك محتاجه له. علا، ايه السر اللي انت مخبيه عني؟ ابعد عني يا احمد، احنا ما نعرفش بعض غير من فتره قريبه قوي، ومن السهل انك تنساني. طب وليه خليتيني اجرب منك يا علا؟ ده انا حبيتك. وانا كمان حبيتك، بس حب ما ينفعش يستمر. حبيتك لدرجه اننا لازم نبعد عن بعض. اسمع كلامي. ليه؟ انت ليه بترميلي الحبل اللي ممكن اتعلق فيه وانا غرقان، وكل ما مد يدي علشان امسكه تسحبيه تاني؟ صدقني يا احمد احنا لازم نبعد عن بعض. حرام عليكي يا علا، ده انا حسيت بطعم جديد للدنيا من بعد ما عرفتك. حسيت بنسمة هوا باردة وسط حر المشاكل اللي انا عايش فيه. متزعلش مني يا احمد، بكره لما هتعرف الحقيقه هتعذرني، وهتعرف انا ليه عملت كده، وهتعرف ساعتها ان انا كان ليا حق. ابعد عني يا احمد، ابعد عني. الو. لا لا ما بعيطش ولا حاجه، لا طبعا. ايوه هكون جاهزه في الميعاد. مع السلامه. انا شايف ان احنا النهارده احسن كتير من الاول، بس يا ريت بلاش الزيارات الكتيره عشان ما تسببلهاش ازعاج. ماشي؟ حاضر يا دكتور. طيب بعد اذنك. مع السلامه. شكر. يا ست نهله، لو تعرفي انت خضتينا عليكي قد ايه. وبجد بجد انا كنت هموت من القلق عليكي. انا اسفه تعبتكم معايا قوي وخليتك تسيب شغلك يا رأفت. يا حبيبتي انت تعطليني زي ما انت عاوزه، انت اهم حاجه في حياتنا كلها. بابي اخباره ايه؟ بابا زي الفل، ما بيبطلش سؤال عليكي. يا ستي مش مصدق كمان انك انت ما بتتصليش عشان انت مشغوله. كل اللي هو عايز يسمع صوتك ويطمن عليكي وبس. وانجي يا شريف؟ انجي ان شاء الله هنطمن عليها قريب كلنا، ما تقلقيش يا حبيبتي.
ربنا يستر. تعالى. يا عم جابر ورجالته، ربنا يستر. لم هدومنا بسرعه يا انجي. أنا هقابله وأواجهه. لا هيقتلوك عشان خاطري يا ادهم. انا هبلغ لهم البوليس. السلام عليكم. عليكم السلام. أي خدمة يا بلدينا؟ في واحد هنا اسمه أدهم. أدهم؟ لا مفيش حد هنا بالاسم ده. كيف ده؟ زي ما بقول لك مفيش حد هنا بالاسم ده. ويلا يا بلدينا اتكل على الله وانت والناس اللي معاك دول، عشان وقفتكم قدام العمارة غلط. زين. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي موقفك هنا؟ أنا بسأل على واحد قريبي ساكن هنا. كل دول قرايبك؟ ايوه. ويا ترى السلاح اللي معاهم دوت مترخص؟ دول غفر يا باشا، وده سلاح ميري. يا عمده وقفتك كده غلط. بالغفر بتوعك وبالسلاح كده مسببين قلق للناس. يا ريت مدام قريبك مش موجود هنا ممكن تاخدهم وتتفضل. زين زين يا باشا. السلام عليكم. يلا يا رجاله. خلاص انا ما بقتش قادره استحمل. بقيت اخاف انام بالليل لحسن حد يدخل علينا يقتلك ولا يعمل فيك اي حاجه. انا اسف يا انجي، اسف ان حطيتك في الموقف ده، بس انا قلت لك من الاول. شكرا. بس انا قلت لك من الاول ان كل ده ممكن يحصل. بس ما كنتش متصوره ان الامور ممكن توصل للدرجه دي. سلاح وناس شكلهم مخيف، ده ولا في الافلام. انجي يعني انا عندي حل هيريحك ويخليكي تخلصي من الموضوع ده خالص. حل ايه؟ الحقني بيه. اننا ننفصل يا انجي. انت بتقول ايه؟ ننفصل؟ ده حل مؤقت. رجعي بيتك يا بنت الناس لحد ما الاقي حل المشكله اللي انا فيها دي، وبعد كده نرجع لبعض تاني ونعيش بشكل طبيعي زي البني ادمين. وافرض بقى ان مشاكلك دي ما اتحلتش، هيكون ايه الحل؟ لا، أنا عندي حل هيريحك ويريحني ويريح كل الأطراف اللي في الموضوع ده. حل ايه بقى ان شاء الله؟ أرجع النجع وأتجوز سامية بنت عمي. إنجي اقعدي اقعدي واسمعيني بس. ده هيبقى حل مؤقت كلها أسبوع، وأطلقها ونرجع نعيش مع بعض تاني. بقى بعد كل اللي عملته علشانك ده عايز تسيبني وتروح تتجوز سامية؟ انت مش مقدر انا عملت ايه؟ بالعكس، أنا بعمل كل ده عشان أنا مقدر ده، وجميل شايله فوق راسي من فوق. بس أعمل إيه؟ يعني وأنتي مش طرفين بس في الموضوع، في طرف تالت اللي هي سامية بنت عمي. وانا بقى مش موافقة، وما عنديش استعداد اسمع اي كلام تاني في الموضوع ده. عشان خاطري أحب على قدك. في ايه يا ادهم؟ انت مخبي عني ايه؟ اتكلم. أخبي عنك إيه يعني؟ دماغك راحت لحد فين يا إنجي؟ مش عارفة، بس حاسة كده ان جواك حاجة وانت مخبيها ومش قادر تقولها. لا، مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص. خلاص، يبقى مش عايزة اسمع كلام في الموضوع ده تاني. اتفقنا؟ اتفقنا. ده سيف. الو. ايوه يا سيف. وبعدها لك يا جابر، من لنا مشاكل وانت صغير وانت كبير، ما فيش فايدة معاك. الو. ايوه يا احمد، ايه الاخبار؟ ها طمني. هرب من تاني.
ما وصلوش يعني. الحمد لله. بقول يبقى قعدتك في مصر ملهاش عازة، عود على النجع يا والدي. السلام. ولدي جرى له حاجة؟ لا طمني، ما حصلش حاجة. بواب العمارة لما حس بالخطر بلغ الحكومة. ما تخافيش ما تخافيش. ولدي 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 يا حاجة، ولدي ان شاء الله ولدي اطمن يا اخي، اطمن، قادر ربنا يحميه. بالشفا ان شاء الله. شكرا قوي. ميرسي يا ميرفت. حضرتك هتفضلي كتير كده ما تتكلميش معايا؟ لان عمتك تعبانه وسيادتك جايه تحبي لي هنا في الاقصر، مش كده؟ يا مامي الحكايه ابتدت قبل ما طنط نهله تتعب، وبعدين ده ولد كويس جدا وعايز يتقدم. ولما هو كويس جدا وعايز يتقدم ما جاش يتقدم لغايه دلوقتي ليه؟ علشان انا اللي اجلت الموضوع يا ماما، عشان الظروف اللي احنا فيها وتعب طنط نهله اللي جه فجاه. خلاص بدل شايفه الظروف اللي احنا فيها ما تسمحش بالكلام ده، يبقى تنسي الموضوع ده خالص دلوقتي. اوكي؟ حاضر يا ماما. ازيك يا ميسة؟ ازي حضرتك؟ سلمى. ازيك يا شريف؟ ايه يا حبيبتي، الدكتور لسه بيقول لي ان الضغط مظبوط قوي النهارده. رأفت عايزك في كلمه. اتفضلي. بعد اذنك. وحشتني قوي 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 ضحكتك الحلوه دي. نفسي بقى نروح بيتنا. ومين سامعك؟ انا عايز نرجع النهارده قبل بكره يا حبيبتي، بس انت تقومي كده وتقفي على رجليكي وتبقي كويسه، وانا اوعدك ان انا اخدك ونطير على بيتنا. ان شاء الله. بس ايه؟ انجي هترجع معانا؟ اه يا حبيبتي طبعا انجي هترجع معانا. لا يا سلوى ما ينفعش، انا اديتك فرصه تقعدوا تتكلمي مع بنتك، لكن كل الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي ملوش اي مبرر عندي وما اقدرش اقتنع بيه ولا اوافق عليه ابدا. احنا مش جايين هنا الاقصر علشان بنتك تحب وتتحب، بلاش كلام فارغ. اسمعي، انا هقعد مع بنتك واشوف ايه حكايه الموضوع ده بالظبط. يا رأفت يا حبيبي اهدى شويه. الولد معجب ببنتك وبنتك معجبه بيه، وهو عايز يتقدم، لان انا بصراحه ما عنديش استعداد يحصل لبنتي زي ما حصل لانجي. سلوى احنا خلاص انتهينا، مش هخش في اي تفاصيل دلوقتي خالص، مفيش فيها دماغ، كفايه اللي احنا فيه. نهلا يا حبيبتي، احنا بنستأذنك مضطرين نمشي ونقول لك تصبحي على خير. وانتوا من اهل. لا يا رفت، روح انت وانا هبات هنا مع نهله النهارده. لا لا لا، انتوا تروحوا انتوا، انا مش هخرج من هنا الا ورجلي على رجل مراتي حبيبتي. لا يا حبيبي روحوا كلكم. ما يسهل هتبات معايا النهارده. طبعا يا طنط طبعا. تصبحوا على خير. وانتوا من اهل. تصبحوا على خير. مش عايزه حاجه يا حبيبتي؟ تصبحوا على خير. باي يا ميس. باي باي. خلي بالك من طنط. طنط تحبي اعمل لحضرتك اي حاجه تشربيها؟ لا يا حبيبتي ميرسي. انجي فين يا ميسة؟ ما اعرفش يا طنط. بصي يا ميسة، انا ام، وان شاء الله انت كمان في يوم من الايام هيبقى عندك اولاد وهتحسي بالاحساس اللي انا حاساه. انا ما كنتش متصوره ان رفضي ليها انها ممكن تهرب مني. انا معاكي ان انا ممكن اكون غلطت، ممكن اكون اتسرعت، بس مش ممكن كان يخطر في بالي ابدا انها ممكن تعمل العمله دي. تسمحي لي اسال حضرتك سؤال؟ انت ليه رافضه ادهم؟ ده موضوع طويل قوي. عايزه تعرفيه؟ يا ريت. يبقى توعديني ان يكون سر بيني وبينك. اكيد يا طنط هيكون سر بيني وبين حضرتك.
هنعمل ايه دلوقتي؟ والله ما انا عارف يا حبيبتي اعمل ايه. دماغي منمله ومش قادر افكر. كل اللي اقدر اقوله دلوقتي ان احنا هنقعد هنا يومين بعدين هنشوف هنعمل ايه. ايوه بس احنا سايبين كل حاجتنا هناك. كمان شويه هروح اجيبهم. لا طبعا مش هسيبك تروح هناك بعد ما عرفوا مكانك. زمانهم واقفين لك في كل حته. انا اللي هروح اجيب الحاجه. خايفه عليا صح؟ ما تنسيش ان انا راجل ولا ايه؟ بطل بقى دماغك الناشفه دي. ما هو وجودك جنبي هيحميني يا حبيبتي. انا بتكلم جد. انا اللي هروح اجيب الحاجه. خلاص ما تزعليش روحك. روح انت. بس دلوقتي انا عايز انزل اجيب لك حاجه تاكليها عشان انت على لحم بطنك من الصبح. وانا لوحدي يعني اللي ما اكلتش؟ ما انت كمان زي. خلاص هنزل اجيب لك تاكل. استنى رجلي على رجلك. طب يلا معايا. يلا. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه يا رب؟ انجي، انا اكلم انجي. ايوه اكلمها. يا انجي ردي. اعمل ايه يا رب؟ يا رب اعمل. سيف، ايوه سيف صح. سيف هو سيف. رد يا سيف ارجوك. يا سيف أرجوك رد. يا رب أعمل إيه؟ سعادة جناب فوزي بيه. اتفضل. عايزك تدوق وتقول لي ايه رأيك في الاختراع العظيم اللي انا عامله ده. يا سلام، احلى كيوي شربته في حياتي. ده كان كالوب يا جد. وانا اقول شفته فين قبل كده. قول لي ايه اخبار عروسة المستقبل؟ كويسة. مالك بتقولها كده من غير نفس؟ في مشاكل بينكم؟ لا ابدا مفيش مشاكل ولا حاجة. المشكلة الوحيدة يا جد ان انا مش قادر افتح بابا وماما في الموضوع. تحب فاتحهم انا؟ لا ما انا لمحت لماما يعني. وبعدين ايه اللي حصل؟ ابدا بصراحه جدا. انا في مره كده كنت بوصل مي واصرت ان انا اطلع يعني اقابل العيله عندها، فلقيتهم ناس عاديين جدا، عيله متوسطه زي اغلب العائلات المصريه. وبعدين لما حكيت لماما الموضوع ده على انه حصل مع واحد صاحبي رفض. انت بتحب البنت دي؟ قوي جدا. انا ومراتي رئيفه اول ما اتقابلنا كانت ظروف الماديه مش زي دلوقتي، كانت تعبانه قوي والفلوس على القد، وبالرغم من كده اصرت عليا وفضلت متمسكه بيا واتجوزنا. وقفت جنبي وساعدتني وشجعتني وبدات بمشروع صغير. وبعدين لما جه الانفتاح الاقتصادي كانت فرصه بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير زيي. اشتغلت وكافحت وتعبت لغايه ما بقيت صاحب مشروع كبير، فيلا وعربيه، وبقيت فوزي بيه. ورئيفة عمرها ما اتغيرت لا من براها ولا جواها، فضلت واقفة جنبي ورايا لغاية ما ماتت.
طول عمرها جميلة، طول عمرها رقيقة. الله يرحمها. الله يرحمها جدا. بس قول لي بقى، انتوا كنتوا عايشين فين قبل كده انت وتيتا؟ كنا عايشين في شقة محندقة على قدنا في السيدة زينب. على فكرة أبوك اتولد هناك، وأنا فضلت محتفظ بالشقة دي سنين طويلة. البيت كان قديم، ولما جه الزلزال وقع البيت. أنا ذكريات الشقة ديت مش هنساها، وكل ركن فيها حافظه وحاسس بيه. انت جميل قوي يا جدا. أجمل حاجة في الدنيا يا ابني إنك تلاقي الإنسان اللي يحبك ويخاف عليك من غير زيف أو كذب. يعني ما تكونش المصلحة هي الحاجة اللي بتربط بينكم. وعلى فكرة يعني ده اللي كان بيني وبين رئيفة، وإن شاء الله هيبقى بينك وبين عروسة المستقبل. ان شاء الله يا جد. هيثم، أنا مش عايزك تفرط في البنت دي أبدا. يا ساتر يا بابا، مين اللي يخبط علينا في ساعة زي دي؟ هي الناس ما عندهاش خيشة ولا ايه؟ السلام عليكم. محروس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي جابك يا محروس يا ولدي في ساعة زي دي؟ حصولية يا ولدي. هو حضرتك لقيت أدهم يا ابوي؟ فر مني ولد الغريب، لكن معلش. باي، انت جاي تطمن عليه ولا ايه؟ ما هو اصل ايه يا محروس؟ بدل ما تقف جاري او تغسل عارك بيدك. ما انا يا ابوي انت ايه؟ الدم اللي بيجري في عروقك بقى ايه؟ بقى ميه؟ وفين اخوة الرجاله؟ ملوش هذا الحديد ده دلوك يا ابوي. هتعلمنا اتحدد اقول ايه وما اقولش ايه؟ معلش يا جابر، ما عرفتش تربيه لا الواد ولا البت. روح يا ولدي، روح دارك، اقعد جنب مرتك وسيب المشاكل الكبيرة يحلها الرجالة.